السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك خلاص اتحدد موعده بالساعه، هيبقى يوم الجمعه 27/9 الساعه 9، ودي هتكون الجمعه 200 على القضيه الاولانيه، وان شاء الله هيبقى في قضيه ممكن تانية. المشكله هنا بقى احنا مش عارفين مين اللي هيجيب القضيه التانية، امام ولا قفشه ولا بن رمضان ولا يحيى عطيه الله ولا اشرف داري رأسيه. احنا مش عارفين الزمالك هيلعبنا كمان بأنهي سكواد. ما عليه، طبعا الماتش هيبقى في السعوديه، هيتلعب على ملعب الملكه ارينا. انا عايز اقول لك ان لسه في وقت طويل قوي على الماتش. هو المفروض ان الخطاب بتاع الكاف قال ان اللعيبه هتروح قبل الماتش ب3 ايام. طبعا هناك السعوديه الجو حر قوي واللعيبه كلها بتعرق جاز. نصيحه بقى من اخوكم ان انتوا تعدوا على الامارات جنبكم، تعدوا على الامارات قبل الماتش ب3 ايام دول عشان تتخلص من ريحه الجاز اللي بتبقى موجوده في عرقك، وهتروح عند الراعي الرسمي عماد في ابو ظبي في الخلديه فيادور مزيل عرقك برفانك عطرك تظبط الاداء. ولو كمان عندك واحده انت بتحبها في السعوديه ممكن تاخد لها بوكيه ورد كمان من عند عماد. الكلام مش للاعيبه بس، الكلام كمان للجمهور، وانا هسيب لك رقم عماد هنا في الفيديو. الاتحاد الافريقي بعت للاتحاد المصري وقال له ان اخر موعد ان الفرقتين اللي هم الاهلي والزمالك يبعتوا القايمه بتاعتهم اللي هتشارك في المباراه اخرهم يوم 12 سبتمبر قبل الماتش باسبوع. انا بقى اللي مقلقني في الماتش حاجه واحده بس، انا كاهلاوي قلقان عن نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك دلوقتي مش عارف يجيب صفقات، حتى بن شرقي راح لعب في الدوري القطري. المشكله بقى ان انا كان نفسي بن شرقي يبقى موجود اصلا في السوبر الافريقي عشان ياخد قضيه ثانيه، لان هو اصلا اللي كان بيبص لقفشه وهو بيشوط القضيه الاولانيه. انا كنت اتمنى عشان يبقى موجود عشان يبصوا له ثاني، عشان يبقى في علامه جديده. الماتش بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي يا جدعان، انا مش عايز اقول هتبقى مدعكه كرويه، هي هتبقى مدعكه من طرف واحد بس اللي هو النادي الاهلي. لان الزمالك لو راح لعبنا برؤى مودريتش وراح لعبنا حتى زيزو نفسه، اقسم بالله يا جدعان ما هيشوفوا قدامهم. والله يا جدعان الاهلي يكسب الزمالك بالسكواد ده على الواقف. هي مش ثقه، هي مش ثقه والله. وانا كان بتكلم على فوارق الفنيه، فوارق الامكانيات، سيبك بقى من ظروف الماتش والكلام ده كله، ولكن بالمستوى وبالفنيات والله نكسب الزمالك على الواقف 3-4 مستريح. الماتش هيكون 90 دقيقة بس في حالة التعادل أو المكسب، يعني لو الفرقتين اتعادلوا في خلال 90 دقيقة هنلعب ضربات جزاء على طول، مش هيكون في وقت إضافي. فالماتش هيكون 27/9 يوم الجمعة الساعة 9. القضية الأولانية كانت 27/11 يوم الجمعة برضو، ودي كانت القضية الأولانية. إن شاء الله بقى في الجمعة ال200 على القضية الأولانية هنجيب القضية الثانية، ولكن مش عارفين مين بطل القضية الثانية. باي من غير بن شرقي.